البنت كانت محتاجة فلوس للدروس، فقررت تشتغل مربية عند راجل كبير في المافيا. المدبرة حذرتها وقالت لها خلي بالك، الباشا ده صعب جدا ومش بيعجبه العجب. بس البنت كانت واثقة في نفسها، أصلها بطلة مسابقات طبخ قبل كده. دخلت المطبخ ترقص وهي بتطبخ مبسوطة وشغالة بحماس. لكن أول ما الباشا رجع البيت أول كلمة قالها مشوي الطباخة دي فورا حتى قبل ما يدوق الأكل. السبب البنت كانت سايبة ورق لاصق في كل حتة في المطبخ مكتوب عليه نصايح طبخ صغيرة زي افتحي النار الأول قبل الزيت، ما تنسيش الملح، الراجل الغني ده بيكره الفوضى، حتى اللمبات لازم تبقى مصطفى بنفس الاتجاه، وكل حاجة في البيت ليها مكان محدد. بس أول ما داق الأكل وشه اتغير تماما. قال لمساعده خليها تكمل الشغل بس من غير الورق التافه ده. تاني يوم البنت شافت صورة راجل كبير متعلقة على الحيطة، افتكرت إنه هو الباشا صاحب البيت، لكن طلعت غلطانة. الراجل الحقيقي كان شاب وسيم جدا وبيتنقل بالمروحية بتاعته من بلد لبلد. ضحك مع أصحابه وقال مازحا اللي يطبخ كده أكيد ست عجوز مش بنت صغيرة. ولما جه وقت العشاء تاني البنت ما قدرتش تمنع نفسها وكتبت ملاحظة تانية ما تنساش تصب الصوص قبل ما تاكل المكرونة. الراجل رمى الورقة في الزبالة، لكن قبل ما ياكل فعلا عمل زي ما مكتوب فيها. تاني يوم البنت حست إن البيت كئيب كده، فاشترت شوية نباتات خضراء علشان تضيف حياة، وعلقت ورقة صغيرة ما تنساش تسقيهم كل يوم الصبح. صحيت ما لقيتش ولا نبات في مكانه، بس لقيت ورقة منه مكتوب فيها أنا مش قادر أستحمل الملاحظات دي.